بعد إقرار أمريكا زواج المثليين، رئيس زيمبابوي يطلب الزواج من أوباما. طلب روبرت موغابي الرئيس الزيمبابوي بسخرية الزواج من الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد دعم الأخير قرار زواج المثلية الذي أقرته المحكمة العليا في الولايات المتحدة، والذي وصفه بالتاريخي وبأنه نصر لبلاده. وقال رئيس زيمبابوي إنه يعرض الزواج على أوباما ليطبقا أول حالة عملية على زواج المثليين في زيمبابوي. وأضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: لو أراد أوباما أن أشرع زواج المثليين في زيمبابوي فسأتزوجه هو أولا ليكون مثالا عمليا على ذلك. وكان أوباما قد كتب على صفحته في تويتر إن الحكم يدشن لمرحلة جديدة من الحقوق المدنية في الولايات المتحدة وخطوة كبيرة في مسيرة البلاد نحو المساواة. لقد أصبح من حق المثليين الزواج كأي شخص. موغابي البالغ عامه 90 معروف عنه مناهضته سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ويقول إنهما يشنون الحروب ويقتلون الشعوب من أجل البترول، وأن ما فعلته أمريكا وبريطانيا في العراق يشبه ما تفعلانه في إفريقيا للحصول على الذهب الأسود.